الحقيقة الأولى أن هناك إنجاز ملموس على أرض الواقع. بقول إنجاز وبقول ملموس، وهقول ليه. مش عايز أسهب كتير في الإنجازات، لكن لازم أتكلم عليها، وزي ما قلنا ده جزء من هذا المؤتمر إننا نتحاسب. التفاصيل موجودة في الكتاب اللي اتوزع على حضراتكم، وعدنا فأوفينا بالتفاصيل بالأرقام، لكن هيهمني برضو إن أنا أصبر بعض هذه الأمور. لا باظت ولا خربت ولا جابت جاز، لا مؤاخذة تعيشها طريقة جدا، ولا فتنة اختربت ولا حد بيشتكي، لحظة ماشية والأشياء معاها. عايشين في حرية، زمن القيود اختفى. اتحدى لو واحد يوم انضرب بالقفا، والناس بتختشي ولا حد يرتشي. الله على الحياة بقى لونها شفتشي، ده احنا لا صوتنا اتنبح ولا في ملطة بنقدم. ولا خربت ولا جابت جاز، لا مؤاخذة تعيشها طريقة جدا، ولا فتنة اختربت ولا حد بيشتكي، لحظة ماشية والأشياء معاها. متأمنين من الفقر الضنك، تعليم علاج وحساب في البنك، شقق مرمية والشغل في كل حتة، واللحمة ب7 جنيه وساعات تلاقيها ب6. شقق مرمية والشغل في كل حتة، واللحمة ب7 جنيه وساعات نلاقيها ب6، والكل منتعش والكل منتشي. الله على الحياة بقى لونها شفتشي، ده احنا لا صوتنا اتنبح ولا في ملطة بنقدم. ولا خربت ولا جابت جاز، لا مؤاخذة تعيشها طريقة جدا، ولا فتنة اختربت ولا حد بيشتكي، لحظة ماشية والأشياء معاها. ده احنا مش حققنا 50%، ده حققنا المستهدف بتاع البرنامج كله وزدنا عليه. فقر المصريين أصبح فوق الاحتمال، اللي بيعيشوا تحت حد الكفاف في مصر أكثر من نصف المصريين. قلة ضئيلة تكتنز ثروات بالملايين، وأغلبية ساحقة لا تستطيع أن تعيش. طبقة متوسطة دمرت وأزيحت بعنف وقسوة لأسفل الهرم الاجتماعي، كانت تقود التنوير والتحضر وعمليات التطور في هذا الوطن، أصبحت الآن خارج الهامش المسموح لها به أن تمارس دورها الاجتماعي. إنجازات حقيقية حصلت على أرض الواقع. في حاجات تانية ما حصلناش فيها 50%، ولازم نبقى أمنا ونقول صحة المصريين ضاعت، ملايين مصابين بفيروس سي وبالسرطان وبالكلى وبالكبد بفعل أدوية مسرطنة دخلت بسبب الفساد. ويعذرني زملائي في المجلس وفي الحكومة إذا ما خطتش كل إنجاز، لأن الناس بتزعل لما أقول على حاجة في قطاع تاني. لا، الحقيقة إن إنجازاتنا مسجلة بالكامل.